لاعبين كرة قدم ظلوا على الدكة وفورا نزولهم غيروا نتيجة المباراة. فيديو النهاردة هنتكلم عن أعظم 5 تبديلات غيروا مجرى المباراة من هزيمة إلى فوز لصالح فريقهم. نبدأ من أول لاعب وهو رودريجو. في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا انتهت مباراة الذهاب بفوز السيتي 4-3، وفي الإياب حدثت المفاجأة للقاضية الآن عن طريق الهجوم خطيرة ورياض جول، رياض جول لا صاريو. في الدقيقة 73 خلصها رياض محرز وتصبح النتيجة 5-3. كده الريال محتاج هدفين في 15 دقيقة لتعديل النتيجة، ولكن رودريجو ولعها السيناريو المذكور. السيخان يلعب كربخان، كده الريال محتاج هدفين في 15 دقيقة. يلعب كربخان حاط الكورة والثاني فما حاجة. اما حاجه ما نعرفش. في دقيقه واحده فقط يحتاج رودريجو لتسجيل ثنائيه للتاريخ وتنتهي المباراه 6-5 في مجموع المباراتين. في عام 1987 ولد طفل افريقي في دوله غينيا بيساو، وهاجر الى البرتغال ومارس كره القدم حتى وصل الى مستوى الاحتراف فيها. وهذا الطفل هو إيدير. مثل إيدير البرتغال في عدد قليل من المباريات، لكن أعظم لقطة ليه وللبرتغاليين هي في تاريخ 10 يوليو 2016 بالتحديد في نهائي اليورو بين فرنسا المضيف والبرتغال. في ظل ضغط فرنسا في الدقيقة 79 حدث تبديل بنزول لاعب مغمور اسمه إيدير. الدقيقة 109 من الأشواط الإضافية هاجم البرتغال الكرة مع إيدير. إيدير من لغول مسيب، من لغول مسيب حطاله حطاله. الله غول مسيب تسديدة أرضية تسكن الشباك الفرنسية، ويفوز البرتغال لأول مرة في تاريخه باليورو. ومن أشهر الأندية التي لعب لها إيدير هو ليل الفرنسي، ونهى مسيرته في الرائد السعودي. جورجينهو فينالدوم ضد برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بوجود الثلاثي المرعب ماني وصلاح وفيرمينيو. تجدي برشلونة على أمالهم في الصعود بفوزهم 3-0 في مباراة الذهاب. جوردي ألبا في الأخير ومرر الكرة جول. الله 1299 والنظرات إلى ميسي. لكن في الإياب نزل خبر صاعق على جماهير ليفربول أكد غياب النجم الأبرز صلاح وفيرمينيو عن المباراة، ولكن الليفر بمن حضر. ادرسون والهدف الاول اوريجي شغلها الليفر ولا حراس ولا. الدقيقة 7 أوريجي يتقدم بالهدف الأول وينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0، وفي الدقيقة 46 ينزل فينالدوم لأمل تعويض النتيجة وحدثت المعجزة. توصل والثاني حتى الثاني فينالدوم بيرسمان والراسية تاتي والثالث الراسية تاتي والثالث ظرف دقيقتين فعل فينالدوم بتسجيله هدفين لتأهل الليفر ويواجه إنجليز في النهائي وسط حسرة من رفاق ليو ميسي. ماريو جوتزا في نهائي كأس العالم 2014 بين ألمانيا والأرجنتين حدث تبديل في الدقيقة 88 بنزول لاعب الباير جوتزا مكان الهداف التاريخي الألماني كلوزا. يدخل جويتس الآن للكبير الألماني. وظلت المباراة 0-0 حتى الدقيقة 113. شورلي يوصل كرة خطيرة مع الجول. الهدف الأول للألمان. السوبر ماريو جوتزي. أنا ما أقول لكم ستندم الأرجنتين يا بالافيو. لم تفز بالثالث. رسميا خلص السوبر ماريو وقضى على امال الارجنتينيين في قارتهم على ملعب الماراكانا في البرازيل. في عام 2015 في مباراة في الدوري الالماني بين بايرن ميونخ وفيلفسبورج كان نجمها ليفاندوسكي في الدقيقة 26. صعبة وخطيرة كرة بالتسديدة جول. با جول 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 جول. تقدم الفولفسبورج بهدف، ولكن في الدقيقة 46 نزل ليفاندوسكي بديلا عن تياجو الكانتارا. بدأ المهرجان في الدقيقة 51. يعدل النتيجة للبايرن يسجل رابع أهداف هذا الموسم. اللعبة كم كانت رائعة والانطلاقة من ميلر. اللعبة رائعة الثلاثية وليفاندوفسكي يشعل المباراة ويعدل النتيجة للبايرن في الدقيقة السادسة من انطلاقة لبايرن ميونخ. كرة أخرى ليفاندوفسكي جول 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 جول. لم يفرح قليلا يفرح كثيرا للبايرن بالثاني فجاء بالأول فجاء والثاني جول يا ليفاندوفسكي. جول يا ليفاندوفسكي جول مباغت ومفاجئ تحولت النتيجة 2-1 للبايرن. ماريو جاتو ليفاندوفسكي جول لا الكرة لا تدخل ليفاندوفسكي جول. حدث تاريخي لليفاندوفسكي يسجل 3 أهداف في ظرف 5 دقائق للبايرن. ليفاندوفسكي يثور على
يا له من بايرن في هذا الشوط الثاني، ويا له من ليفاندوفسكي يسجل سادس اهدافه، يصبح هداف الدوري. اللعبه من ماريو كوتسي ليفاندوفسكي، الاولى في القائم والثانيه في الشباك. 3-1 صارت النتيجه. بايرن ميونخ ينتفض، بايرن ميونخ يثور، بايرن بالتغييرات التي احدثها بيب جوارديولا ودخول دوغلاس يلعب الكره يوزعها، ولا كره صعبه، جول 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 جول. انت مجنون يا ليفاندوفسكي، انت جننت الجميع بما في ذلك روبن في المدرجات باصابع يديه يشيل الرباعيه، تسجل رباعيه في ظرف 10 دقائق يا ليفاندوفسكي. اين هو دفاع فولسبورغ؟ اين انت يا تومتي؟ 4-1 لفولسبورغ للبايرن، وكانه يلعب من دون منافس. الكره والانطلاق عن طريق في ظرف 10 دقائق فقط في الحدث يمس هو الاروع. هذا الذي يحدث لا يصدق تماما. بيب جوارديولا لا يصدق، ماسك راسه. نعم لا تصدق هذا السيناريو الحاصل. ماذا ليفاندوسكي في 9 دقائق سجل ميجا هاتريك، وانتهت المباراة 5-1 بفضل ليفاندوسكي. بالرغم من كونها مباراة دوري عادية وليست حاسمة، إلا إنها من أندر التبديلات في تاريخ كرة القدم. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك ما تبخلش علينا بلايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.